مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المحاور. بعد نقاشات ومحادثات وتأجيل تم أخيرا الإعلان عن موعد انعقاد كونفراس وحدة الصف والموقف الكردي الذي سيعقد في 26 من شهر نيسان الجاري. ترى ما سيتم تقريره في هذا الكونفراس وما سيتم نقاشه، وكيف سيؤثر الكونفراس على الوضع السياسي الكردي على المدى البعيد. مشاهدينا الكرام، هذه النقاط وغيرها سنناقشها في حلقتنا لهذا اليوم مع ضيوف الحلقة. في الاستديو عضو اللجنة التحضيرية لكونفراس وحدة الصف والموقف الكردي السيد لقمان أحمي. سيد لقمان، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. ومعي أيضا عبر السكايب الباحث في المركز الكردي للدراسات الدكتور طارق حمو. دكتور طارق، مرحبا بك. مساء الخير. شكرا لك. سيد لقمان، في البداية لنتحدث عن انعقاد هذا الكونفرنس. يعني قبل الخوض في التفاصيل عقد هذا الكونفرنس لنأتي إلى النقاط التي تم الاتفاق عليها للنقاش حولها في هذا الكونفرنس. مساء الخير للمشاهدين ولكم والضيف الكريم. يعلم الجميع أن الشعب الكردي على مدى عقود من الزمن كان يتطلع أن يكون هناك مؤتمرا أو كونفرنسا يجمع أطراف الحركة الكردية بمختلف تنوعاتها على مائدة واحدة، وأن يتباحثوا مصير الشعب الكردي، وأيضا يتفقوا على مطالب الشعب الكردي. أخيرا في روجافاي كردستان وسوريا، وبعد أكثر من 5 أشهر من العمل المضني في سبيل عقد كونفرنس لوحدة الموقف الكردي، حيث بدأت هذه الأعمال منذ 20/11/2025 واستمرت إلى الآن، وسيتوج في 26 من نيسان بانعقاد هذا الكونفرنس. المأمول من هذا الكونفرنس أن يبعث رسالة أولا إلى المحيط بأن الكرد أصبح لهم موقفا واحدا، أصبحت لديهم مطالب موحدة، ولا يستطيع أحد أن يخترق هذه الوحدة أو هذه المطالب. طبعا هي رسالة للأصدقاء بأنهم يستطيعون الاعتماد على الشعب الكردي المنظم بكافة فئاته، وأيضا لبعض الخصوم الذين يريدون أن يجعلوا الشعب الكردي خصما لهم بأن هناك وحدة الصف، وعملية الاختراق أصبحت صعبة جدا، ولا بد من التعامل مع الوضع الجديد بجدية أكبر، وأخذ مطالب الشعب الكردي بجدية مثل مطالب جميع شعوب المنطقة في التحرر وفي العيش في دول ديمقراطية تقبل التعدد والتنوع وتعترف بالآخر دون أي أقصاء. هذه كبداية ما نعتقد بأنه سينتج عن هذا الكونفرنس، وأيضا هو دفع للقوى السياسية والأحزاب السياسية الكردية لتنظيم صفوفها أكثر، والمطالبة بحقوقها كما هي مشروعة في القوانين الدولية والشرعية الدولية. أيضا هذا يؤدي إلى بعض أو الكثير من البهجة والسرور في الشارع الكردي، وسوف تلقى الأحزاب الكردية لاحقا باعتقادي دعما كبيرا من الشعب الكردي، سواء بالانضمام أو بتنظيم الصفوف أكثر، لكي يتمكنوا من الحصول ما سوف يتم الإعلان عنه في ختام هذا الكونفرنس.
نعم سيد لقمان، يعني كنا قد طرحنا سؤالا حول النقاط التي سيتم نقاشها، ولكن أطرح سؤالا آخر بهذا الخصوص. المشاركون في هذا الكونفرنس يعني فقط هم الأحزاب الكردية في روجافا، أم سيكون هناك مشاركات من خارج روجافا ومشاركات من الشخصيات السياسية والثقافية المستقلة أيضا؟ المشاركون كأعضاء في الكونفرنس هم القوى والأحزاب السياسية الكردية الموجودة في روجافاي كردستان، ومنظمات المجتمع المدني الموجودة في روجافاي كردستان، والشخصيات الاجتماعية ذات التأثير. طبعا يضم هذا الجانب شخصيات أيضا من الداخل السوري، من الشعب الكردي متواجدين في المدن والمناطق السورية الأخرى. أي أن هذا الكونفرنس يشمل جميع الكرد السوريين في سوريا بالإضافة إلى روجافاي كردستان. الدعوة موجهة بهذا الصدد بهذا الشكل. طبعا وتعقيبا لسؤالكم ما سوف يتم تداوله، أعتقد أن هي ستتداول أو تناقش القضية الكردية في سوريا، ما هي وكيف يجب أن تحل، ورؤية الكرد لسوريا المستقبل كيف يجب أن تكون. هذه هي النقاط الرئيسية في الجانب القومي الكردي وفي الجانب الوطني السوري. وأعتقد أصبح الجميع يعلم بأن هناك مسودة تم الاتفاق عليها بالأحرف الأولى بين جميع الأحزاب السياسية الكردية في روجافاي كردستان. الأمر الآخر هذا بالنسبة إلى الأعضاء وما سوف يتم مناقشته. هناك وفود أيضا ستصل وهم سوف يكونون كضيوف مشاركين في هذا الكونفرنس. سيكون هناك أيضا رسائل وكلمات من شخصيات أو أحزاب لا تستطيع الوصول عن طريق وفد إلى الكونفرنس. بهذا الشكل سوف يتم انعقاد الكونفرنس لوحدة الصف والموقف الكردي في روجافاي كردستان. نعم. سيد لقمان، سؤال آخر أطرحه عليك قبل أن ننتقل إلى الدكتور طارق حمو، لأن هذا السؤال متعلق بشقه التحليلي الذي سوف نطرحه على الدكتور طارق حمو بهذا الخصوص. يعني ذكرت مسألة القضية الكردية في روجافاي كردستان، يعني الشكل الإداري الذي تم النقاش حوله أو تم الاتفاق حوله بين الأطراف الكردية التي استمر النقاش بينهم لفترات طويلة، الشكل الإداري المتفق عليه بينهم حتى الآن الذي سوف يتم طرحه في الكونفرنس. من ناحية الشكل الإداري هو اعتبار المناطق الكردية منطقة إدارية وجغرافية واحدة. هذا هو الشكل الإداري المتفق عليه في طرح القضية الكردية في سوريا، بأن المناطق الكردية هي منطقة إدارية واحدة، وأن يتم إعادة النظر أيضا في التقسيم الإداري المعمول به ضمن الدولة السورية. من الجانب الآخر ما التسمية التي يمكن أن نطلقه على هذا الجانب الإداري أو التقسيمات الإدارية أو الخصوصية الإدارية لهذه المناطق التي تم الاتفاق عليها سيد لقمان؟ أولا بالجانب الوطني السوري تطالب الأحزاب الكردية والشعب الكردي بأن يكون سوريا دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية. شكل الحكم أو نظام الحكم هو نظام برلماني. شكل الدولة أن يكون شكل الدولة دولة مركبة، أن يكون هناك لا مركزية سياسية في سوريا. يتم النقاش في تفاصيلها لاحقا، هل هي ستكون على شكل فيدرالية أو كونفدرالية أو بشكل لا مركزيات سياسية متعددة. طبعا المسودة لاحظت هذا الشيء،
وسوف يتم الاتفاق نهائيا على الصيغة ضمن الكونفرنس الذي سوف ينعقد. الأمر الآخر إلغاء وإبطال القرارات والقوانين العنصرية التي صدرت بحق الشعب الكردي على مر إنشاء الدولة السورية، بما فيها التغيير الديمغرافي على عقود من الزمن، إعادة الجنسية إلى الذين لم يحصلوا إليها حتى بعد أن تمت الإعادة للبعض منهم، وتعويض المتضررين. الجانب الآخر بمسألة التغيير الديمغرافي الذي جرى في عفرين والذي يجري وجرى في سريكانية وجريسبي، أيضا إعادة الأوضاع على ما كانت عليه قبل العدوان التركي، قبل الغزو التركي لهذه المناطق ودخول المجموعات الإرهابية، اعتماد قوات سوريا الديمقراطية كقوات ضمن وزارة الدفاع أو الجيش السوري المستقبلي، اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية في الدولة السورية. جميع أو غالبية هذه المطالب هي موجودة ضمن المسودة، وسوف تصبح بعد الكونفرنس وبعد نقاشها إلى وثيقة سوف يتم اعتمادها من قبل الجانب الكردي في أي مباحثات أو تداولات لأجل حل القضية الكردية في سوريا. من الجانب الآخر لأجل الدولة السورية بأن يكون هناك اعتراف بالتعدد القومي والديني في سوريا. أيضا الاعتراف بأن يكون هناك تداول سلمي للسلطة، لأن سوريا كما نعلم لم يوجد فيها منذ نشوئها تداول سلمي للسلطة أبدا، وهذا أمر أساسي بأن يتم الإصرار عليه. أن يتم تثبيت الحقوق، حقوق الشعب الكردي ضمن الدستور السوري المستقبلي الذي سوف يتم اعتماده. طبعا بدون تثبيت هذه الحقوق أو هذه النقاط التي حكينا عنها تكلمنا عنها بدون تثبيتها في الدستور فهي لا تعني شيئا، ولكن جميع هذه النقاط التي ذكرتها سوف تعمل القوى السياسية الكردية على تثبيتها في دستور سوريا المستقبل، سواء من الناحية الوطنية السورية أو من الناحية القومية الكردية. نعم السيد لقمان، سنعود إليك للنقاش مطولا حول هذه النقاط التي ذكرتها. دكتور طارق، مجددا مرحبا بك. تحياتي، مساء الخير. شكرا لك دكتور طارق. يعني استمعت إلى ما تفضل به السيد لقمان حول انعقاد هذا الكونفرنس وما سيتم تداوله أو نقاشه في هذا الكونفرنس من الحقوق القومية للشعب الكردي، وأيضا النموذج الوطني السوري كيف يجب أن يكون. يعني أنت كباحث في مركز الكردي للدراسات، كيف ترون أهمية هذا الكونفرنس وكيف سينعكس على الواقع الكردي في روجافا والأجزاء الأخرى وسوريا، وكيف ترون هذه المطالب أو هذه النقاط التي ذكرها السيد لقمان التي سوف يتم نقاشها في هذا الكونفرنس؟ تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين. تحياتي لك. من الواضح أن المؤتمر يعني جاء بعد سنوات طويلة من المباحثات بين الأحزاب والقوى الكردية، وكان الهدف دائما هو يعني توحيد الموقف الكردي، توحيد الكلمة الكردية، توحيد الصف الكردي في كل سوريا. يعني أن يذهبوا الكرد إلى دمشق يعني موقف موحد، أن يستطيعوا أن يتحدثوا باسم المكون الكردي في سوريا الذي هو طبعا إثنيا وقوميا ثاني أكبر مكون من مكونات الشعب السوري. وهذا حصل بعد الاتفاق على عقد هذا المؤتمر بمشاركة من أغلبية القوى السياسية الكردية. وما قاله الأستاذ لقمان يعني من نقاط مهمة جدا تعكس طبعا مطالب الشعب الكردي، مطالب المكون الكردي في سوريا، وهي في خطوطها العريضة طبعا
إزالة آثار السياسات التمييزية السابقة ضد الكرد والتي استهدفتهم على أساس قومي، وللأسف يعني كان لها خلفية عنصرية، ومن ثم الاعتراف بالحقيقة الديمغرافية والجغرافية للكرد في سوريا، قبول التعددية، الاعتراف وطنية سوريا بصيغة اللامركزية. ثم هناك أيضا نقطة مهمة وهي وجود الكرد في الداخل السوري، ونحن نعلم بأن يعني هناك مئات الآلاف وربما ملايين الكرد موجودون في مدن ومحافظات داخلية سورية. هؤلاء رغم مرور سنوات طويلة، ربما مئات السنوات، إلا أنهم يبقون جزءا عزيزا من الأمة الكردية. فمن المهم أيضا يعني احتواء هذا الجزء من الكرد السوريين والتفاعل والتعامل معهم. يعني بالمحصلة هذا المؤتمر يقوي الموقف الكردي، ويقوي أيضا من الموقف الوطني السوري، يقوي من الوحدة الوطنية السورية. لأن إذا ما أخذنا صوتا واحدا من مكون سوري، هذا يعني بأنه قوة لكل سوريا، وبأن المطلوب أيضا من بقية المكونات السورية أن تجتمع وتتوحد لكي تخلق أيضا صوتا واحدا، وبالتالي نحصل على أصوات موحدة لكل المكونات، نستطيع في مؤتمر عام سوري وطني أن نبني ونحدد ملامح الدولة الجديدة. نعم دكتور طارق، يعني بخصوص هذا الكونفرنس وما سيتم نقاشه، طرحنا السؤال على السيد لقمان حول الشكل الإداري المناسب أو الشكل الإداري الذي سيتم نقاشه في هذا الكونفرنس. يعني ذكر مسألة وحدة الإدارية والجغرافية للمناطق الكردية في الروجافا. يعني أنتم كيف ترون الشكل الإداري المناسب للكردي في روجافا؟ يعني طبعا التقسيمات الإدارية في سوريا لم تكن عادلة في المرحلة السابقة. فمثلا مدينة أو منطقة مثل كوباني يمكن أن تحصل على صيغة ويعني تركيبة المحافظة لتصبح كوباني مثلا محافظة سورية جديدة، أسوة بمدينة القنيطرة الصغيرة التي أصبحت محافظة. فمثلا هنا أعطي مثالا، طبعا كوباني مشهورة عالميا، وهي قاومت داعش وجرى فيها يعني جرت ملحمة كبيرة بمشاركة الكرد السوريين وأيضا مقاتلين آخرين وفدوا للدفاع عن هذه المدينة التي أصبحت رمزا. فهنا يمكن مثلا الحصول على صيغة محافظة بالنسبة لكوباني، وأيضا بالنسبة لبقية المناطق يمكن يعني تحديد صيغ جديدة لها من حيث الإدارة والتركيبة الإدارية وعلاقتها مع المركز. لكن بالمجمل فإن المهم أيضا الحصول على سوريا لا مركزية، يعني أن تكون صيغة اللامركزية تشمل كل مناطق سوريا. لا مركزية تكون إدارية بالدرجة الأولى، يعني لكي تستفيد منها كل المكونات الموجودة في تلك الصيغ اللامركزية الإدارية. مثلا شمال شرق سوريا الآن فيها مكونات عديدة، وإذا ما حصلنا ووطدنا صيغة اللامركزية بالنسبة لها في الدستور السوري فستكون نواة لسوريا اللامركزية، ويمكن سحب هذا النموذج على كل مناطق سوريا. نعم الدكتور، يعني قبل أن ننتقل إلى السيد لقمان مرة أخرى، يعني برأيك هذا الكونفرنس كيف سيؤثر على الوضع السياسي الكردي على المدى البعيد؟ يعني أنا أشرت بأن الموقف الكردي لم يكن موحدا في السابق. يعني نحن نعرف ما جرى، وكانت هناك محاولات عديدة أيضا برعاية من الجنرال المظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا بمشاركة و يعني محاولات وإشراف من القوى الكردية في خارج سوريا، القوى الكردستانية. وهذا المؤتمر يعني هو نتاج هذه المحاولات وهذه المساعي الصادقة المستمرة. فإذا إذ ما حصلنا على موقف موحد، هذا يعني بأننا نتكلم عن الجزء الثاني من الشعب السوري الذي استطاع أن يوحد مواقفه وأن يظهر ويبين مطالبه من الدولة السورية. يعني الكرد الآن لديهم تصور لشكل الدولة السورية القادمة.
وليس فقط هم، بل أنا يعني أجزم بأن بقية المكونات السورية أيضا سوف تحاول أن توحد مواقفها وتوحد قواها السياسية وشخصياتها في إطار واحد، لكي أيضا تذهب وتطرح رؤاها في دمشق، وهي رؤى قريبة من رؤى الكرد في اللامركزية الإدارية، والحصول على دولة ديمقراطية، دولة غير طائفية، دولة غير عنصرية، دولة لكل مواطنيها تعترف بكل الموزايك ولا تقوم فقط على عنصر وهوية واحدة تحت إطار ومفهوم الوطنية السورية، ومفهوم يعني فضفاض ويمكن شرحه وتفسيره بأكثر من معنى. لكن المطلوب هو طبعا دولة ديمقراطية لا مركزية تعترف بكل المكونات، يعني يكون دستورا يشبه الدستور المغربي. فإذا رأينا دستور المملكة المغربية فهو دستور يتحدث عن كل المكونات بالاسم، حتى يتحدث عن المكون العبري أيضا بوصفه يعني موجودا في التاريخ المغربي. فنحن في سوريا بما أننا دولة يعني تعددية وهناك تنوع كبير، أيضا نرنو إلى يعني تجربة مشابهة لتجربة المملكة المغربية، لنكن يعني متفائلين وكلنا نترقب هذا المؤتمر. نعم دكتور طارق، سنعود إليك. سيد لقمان، بالعودة إلى النقاط التي سوف يتم نقاشها في هذا الكونفرنس، يعني كان هناك سؤال قد طرحته على الشكل الإداري للمناطق الكردية في روجافا، يعني الشكل الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف الكردية والذي سوف يتم نقاشه في هذا الكونفرنس. يعني هناك فضول لدى عامة الشعب الكردي في الشارع الكردي حول الشكل الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف الكردية. ترى هل هي الإدارة الذاتية بشكلها الحالي، أم حكم ذاتي، أم فيدرالية، أم هناك شكل آخر تم الاتفاق عليه بين هذه الأطراف؟ عندما نتحدث بأن تكون المناطق الكردية هي وحدة جغرافية وسياسية واحدة، فهذا يتبادر إلى الذهن ما يمكن أن ينتج عن مثل هذا الطرح. طبعا لا أريد أن أحرق المراحل ولننتظر الكونفرنس ليعلن عن الشكل النهائي لمثل هذه الوحدة الجغرافية والسياسية. أما بالنسبة للمناطق الأخرى الموجودة ضمن الإدارة الذاتية فهذا شأن آخر هو يخص الإدارة الذاتية في تعاملها مع الحكومة في دمشق. لذلك لندع مسألة الوحدة السياسية والجغرافية للمناطق الكردية إلى الكونفرنس، وما سيخرج عنه سيكون أفضل أن نتكهن هنا كيف ستكون هذه الوحدة الجغرافية والسياسية. أنتم جزءا من هذا الكونفرنس ولديكم معلومات حول ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف. طبعا هذه النقاط التي ذكرتموها والتي سوف تقومون بذكرها في سياق الحلقة سيتم نقاشها في الكونفرنس، فهي قابلة لأن تطبق أو قابلة للتغيير حسب سير الكونفرنس. يعني بالتأكيد لديكم معلومات حول الصيغة التي تم التفاهم عليها بين الطرفين الكرديين في هذا الكونفرنس. لذلك مع ذلك لندع هذا الأمر إلى البيان الختامي للكونفرنس سيكون أفضل. نعم سيد لقمان، يعني بخصوص المناطق المحتلة لمناطق روجافا المحتلة من قبل تركيا والأطراف التابعة لها، يعني أذكر هنا مدينة سريكانية، عفرين، المحتلتين من قبل تركيا ومرتزقتها، يعني وضعهم في نقاشات هذا الكونفرنس. يعني أنت ذكرت مسألة التغيير الديمغرافي هناك ومسألة تطبيع الأوضاع، إعادة الأوضاع إلى ما قبل الاحتلال. يعني صيغة التعامل مع هاتين المدينتين في المستقبل بحسب ما تم نقاشه في هذا الكونفرنس. طبعا يجب أن تخرج قوات الاحتلال من تركيا من سوريا ويتم نقاش هذا الموضوع بشكل مباشر مع الحكومة في دمشق، والوصول إلى آليات كيفية إخراج هذه القوات والمجموعات المرتبطة بها من مناطق المحتلة، وكيفية تطبيع الأوضاع في تلك المناطق هي ستكون يعني ضمن النقاش مع الحكومة في دمشق. وسوف يتم هناك أو وضع تفاصيل
معينة لأجل تنفيذ هذا الأمر، وإلا مع وجود الاحتلال التركي في هذه المناطق أو وجود المجموعات الإرهابية المرتبطة فيه، فهذا لن يكون جيدا بالنسبة لسوريا، وحتى أنه لا يمكن نقاش مثل هذه الأمور سوى مع الحكومة في دمشق، وبناء عليها سوف يتم التعامل مع الوضع الموجود حاليا. حتى الآن هناك بعض الأمور بشأن تواجد هذه المجموعات والجيش التركي في عفرين بين الإدارة الذاتية وبين حكومة دمشق، وهناك بعض الخطوات التي يمكن الاستفادة أو بناء عليها في مراحل لاحقة لأجل تطبيع الأوضاع في هاتين المنطقتين الكرديتين. لذلك هنا الوثيقة هي تضع بنود كخارطة طريق للوصول إلى هذه الأهداف. فأما كيفية الوصول إلى هذه الأهداف فهي ستكون ضمن النقاشات التي سوف يتم إجراؤها مع حكومة دمشق، وأيضا النقاشات التي سوف يتم نقاشها مع الدول المعنية بهذا الملف، سواء المحيطة بسوريا، سواء من الدول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. هذه الدول أيضا سوف يكون لهذا الكونفرنس بعد أن يكون إحدى مخرجاته تشكيل وفد كردي، سوف يكون من أحد مهامه ليس فقط التواصل مع حكومة دمشق ونقاش الوضع الكردي والقضية الكردية والوضع السوري المستقبل، وإنما أيضا مناقشة هذه الوثيقة مع الدول الصديقة لكسب الدعم لأجل الوصول إلى تفاهمات نهائية وتكون موثقة لدى جميع الأطراف، وأن تكون هناك ضمانات دولية بأن هذه الاتفاقيات وهذه البنود سوف تنفذ وسوف تكون ضمن دستور سوريا المستقبل. فالجميع يعلم بأن بالإعلان الدستوري لم يرد أمور كثيرة تطالب بها هذه المسودة. هذه النقطة يعني مسألة الوفد الذي سوف يذهب إلى دمشق لمناقشة المطالب أو حقوق الشعب الكردي مع حكومة دمشق، يعني لم تقبل حكومة دمشق بهذه الشروط أو هذه الحقوق، هل هناك أي خطط بديلة لهذا الوفد تم نقاشها في هذا الكونفرنس؟ أولا سوف يتم تشكيل وفد بعد انتهاء الكونفرنس، وسوف يكون حتى الآن لم يتم الاتفاق على الوفد. لا يوجد أي اتفاق على يعني كيفية تشكيل الوفد، أو سيكون الاجتماع الذي سوف يعقد لجميع الأطراف الأحزاب والقوى السياسية الكردية، سوف يتم تشكيل الوفد ضمن ذلك الاجتماع، وسوف يتم وضع خطة عمل لذلك الوفد من أجل العمل عليه. نعم، يعني أنت ذكرت سيد لقمان يعني مسألة حكومة دمشق والإعلان الدستوري الذي تم إعلانه، يعني هذا الإعلان الدستوري بمثابة دستور في الفترة الانتقالية التي حددتها حكومة دمشق ب5 سنوات. يعني هذه المطالب إن تم نقاشها مع حكومة دمشق برأيكم هل سيتم قبولها وسيتم إثباتها في الدستور، أم ستكون هناك أي أمور أخرى تؤثر في العلاقات بينكم وبين حكومة دمشق؟ نحن نعتقد بأن هذه حقوق الشعب الكردي على أرضه التاريخية، ولا بد لحكومة دمشق لأجل مستقبل سوري لجميع أبناء سوريا أن يتم القبول بهذه الحقوق الطبيعية التي تقرها الشرعية أو الشرع الدولية. لذلك لا نعتقد بأن يكون هناك رفض حاد من جانب حكومة دمشق لهذه المطالب، لأنها إن أرادت أن تبني سوريا جديدة، أن تتخلص سوريا من أزماتها، أن تتخلص من القضايا التي تعاني منها بما فيها القضية الكردية والقضايا الأخرى، فلا بد من حل هذه القضايا بالطرق
السلمية وعن طريق الحوار والمفاوضات. بدون ذلك فهذا يعني بأن أمام سوريا مستقبل قد لا يكون جيدا، وإن تم الاستقرار فيه على مدى سنوات عديدة فإن الوقت سوف يأتي أيضا لانفجار هذه القضايا في وجه السلطة الحاكمة في دمشق. لذلك من أيضا من الأمور التي يجب أن تراعيها سلطة دمشق بأن تتفق مع الكرد على شكل سوريا المستقبل، وأيضا أن تقر بحقوق الشعب الكردي ضمن الدستور السوري القادم. طبعا هناك أيضا يوجد عمل على تعديل الإعلان الدستوري، لأن هذا الإعلان الدستوري بصراحة كان مخيبا للآمال لجميع السوريين. لذلك الأمر لم ينقضي بعد، ومثل ما تفضلت بأن هو إعلان دستوري ولمرحلة انتقالية. نتمنى حتى في هذه المرحلة الانتقالية بأن يتم تعديل هذا الإعلان الدستوري لكي تلاقي ارتياحا لدى جميع الشعب السوري بأن مستقبله أصبح مضاء، أو الخطوات التي ستسير عليها السلطة الحاكمة في دمشق أصبحت معروفة. أما مثل هذا الإعلان الدستوري الذي صدر سابقا فهو لا يعد بالخير لسوريا، حتى أن إذا تم حللنا هذا الإعلان الدستوري وقارناه مع الدساتير السورية السابقة فهو يعتبر دستورا رجعيا أكثر، ودستورا يقضم حقوق مختلف المكونات في سوريا ولا يعترف بها. ونحن في القرن 21. يعني البعض كان يتحدث عن لماذا لا نرجع إلى دستور 1950، ولكن هنا أطرح العالم تتقدم إلى الأمام ولا ترجع إلى الوراء لتستند إلى دستور أصبح له دساتير بدائية 75 سنة وكان دستورا بدائيا. وأيضا تطور العالم، مسألة حقوق المكونات أصبح موجودا في غالبية الدساتير العالمية، ومثل ما تفضل الدكتور طارق موجود في الدستور المغربي، موجود في الدستور الجزائري، موجود في الدستور السنغافوري والماليزي وغالبية هذه الدول هي دول إسلامية. ونحن نطرح مثل هذه الأمثلة لكي لا يقول أحد بأن هذه الدساتير هي لدول أوروبية أو دول تدين بغير الديانة الإسلامية. لذلك فهناك دساتير في الدول الإسلامية موجودة وتعترف بمختلف المكونات كمكونات رئيسية وأساسية في البلاد، وحلت هذه الأمور بالطرق سلمية. يعني كان هناك حرب ضمن المغرب أو مع الصحراء المغربية أو الغربية، سميها ما شئت، ولكن الدستور المغربي بعد تعديله حلت هذه المسألة. كان هناك أيضا مناوشات ومعارك بين الأمازيغ، الشعب الأمازيغي والحكومة الجزائرية، ولكن الحكومة الجزائرية أخيرا عدلت الدستور واعترفت باللغة الأمازيغية واعترفت بالشعب الأمازيغي بأنه مكون أساسي من الشعب الجزائري، وبذلك تم حل هذه الأمور عن طريق الحوار والنقاشات والمفاوضات. وفي سوريا وبعد 14 سنة من الحرب الأهلية فالأجدى بالسوريين أن يجتمعوا ويتفقوا على أولا يحددوا القضايا التي تعاني منها سوريا والأسباب التي أدت إلى الأزمة السورية، وأن يضعوا الحلول لهذه القضايا لحلها والانطلاق نحو بناء سوريا. فالسوريون ليسوا مضطرين أن يعيشوا مرحلة حرب أهلية أخرى بعد عدة سنوات إن كان الدستور عارجا. لذلك المطلوب من جميع السوريين بمختلف مكوناتهم أن يعملوا على أن يكون دستور سوريا القادم دستورا ديمقراطيا يعترف بالتعدد،
يعترف بالآخر، أن يكون نظام الحكم هو ديمقراطي، وأيضا شكل الدولة أن يكون لا مركزي. هذه الأمور تجاوزها العالم، ولكن للأسف نحن لا زلنا نطالب بهذه الأمور لأن السوريين محرومون منها. نعم سيد لقمان، سنعود إليك. دكتور طارق، يعني بخصوص هذا الكونفرنس، برأيك كيف سيؤثر كونفرنس وحدة الصف والموقف الكردي على الأجزاء الأخرى من كردستان؟ يعني كانت هناك دائما نداءات لانعقاد مؤتمر قومي كردي على مستوى الأجزاء الأربعة. اليوم الكرد في غرب كردستان في روجافا يتوحدون تحت سقف واحد. كيف سيؤثر هذا الكونفرنس على الأطراف الأخرى والسير نحو انعقاد مؤتمر عام؟ طبعا نحن تابعنا في الأيام والأسابيع الماضية لقاءات كثيرة بين الكرد، سواء كان يعني في إقليم كردستان العراق مع الجنرال مظلوم عبدي وسيدة إلهام أحمد، أو حتى اللقاءات الثنائية بين حزب المساواة والديمقراطية للشعوب والأحزاب في إقليم كردستان. فإذا هناك يعني الآن حركة جيدة ولقاءات بين أبناء الكرد في كل الأجزاء، وهذا طبعا واقع جديد ومرحلة جديدة. أظن أنها تأتي بعد المبادرة التاريخية التي طرحها القائد الكردي عبد الله أوجلان، يعني مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي، والتي لاقت صدى كبيرا. والآن هناك عملية حوار وعملية سلام بين الكرد في تركيا، ويعني في شمال كردستان وتركيا، وبين الدولة تركيا. ونحن نعلم بأن تركيا لديها تأثير كبير في المنطقة، تأثير في دمشق أيضا وفي المحيط، ومجرد وجود عملية سلام ومبادرة من الجانب الكردي تلقفتها الدولة التركية، هذا يعني بأن تركيا سوف تخف من ضغوطها، وأيضا يعني تعطي نوعا من الضوء الأخضر لكي تمشي الأمور بشكل جيد. وأنا أعتقد بأن نجاح عملية السلام في شمال كردستان وتركيا وحدوث انفراجة، يعني حل القضية الكردية هناك، سوف يؤثر بشكل كبير على الأوضاع في سوريا، وأيضا على الأوضاع في العراق، إذ ما تخلت الدولة التركية عن سياساتها القديمة في محاربة التمظهرات والهوية الكردية داخلها وخارجها. فإن ذلك يعني بأن انفراجة حقيقية حصلت لصالح التحول الديمقراطي في عموم المنطقة، وهذا بالتالي سيساعد المؤتمر الوطني الكردستاني على يعني عقد هذا المؤتمر القومي الكردي في وقت لاحق. أظن يمكن هذا العام، لأننا أتذكر في المركز الكردي للدراسات أجرينا حوارا مع رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني، وقال لنا يعني السيد أحمد قرموش قال لنا بأن نحن نهدف أن نقيم المؤتمر القومي الكردي في عام 2024، وهذا لم يتحقق للأسف. لكن بعد المبادرة في 27 شباط أعتقد بأن نحن الآن أصبحنا أقرب ما نكون من مشاهدة مؤتمر قومي كردي يمكن يعقد في السليمانية أو أربيل أو حتى قامشلو، يعني أو حتى ديار بكر، من يعلم. فهذا طبعا وارد جدا، ومن المهم طبعا أن تسير مرحلة السلام بشكل جيد وأن تنتهي بالحل للقضية الكردية في تركيا، ونشاهد طبعا السيد أوجلان حرا طليقا بين شعبه. دكتور طارق، سؤال آخر بخصوص هذا الكونفرنس، يعني لنخرج من الإطار الكردي والإطار الكردستاني إلى الإطار العالمي، يعني برأيك إلى أي مستوى أو أي درجة يمكن أن يصل هذا الكونفرنس أو وحدة الصف والموقف الكردي، صوت الكرد في غرب كردستان، إلى العالم؟ يعني الكرد في سوريا هم الآن يعني جزء من الدولة السورية، و يعني يهدفون إلى خلق سوريا جديدة ديمقراطية لا مركزية، لما في ذلك خير لكل مكونات الشعب السوري. فإذا أي حراك كردي، أي اتصالات كردية، أي بعد
كردستاني يقوي من موقف المكون الكردي السوري، وبالمحصلة قوة لكل سوريا. فإذ ما يعني حلت القضية الكردية في سوريا وجرى الحوار وجرت الموافقة على نظام اللامركزية، فهذا يعني قوة لسوريا، لأننا نتحدث عن أكثر من 40-50 مليون في المحيط السوري من الكرد. هؤلاء أيضا سوف يكون لهم موقف إيجابي، سوف يكون لهم اتصال بالدولة السورية الجديدة التي تعترف بالمكون الكردي. يعني فأنا أعتقد بأنه هذه السياسة الجديدة، هذه الانفراجة الجديدة ستخلق فعلا الأمة الديمقراطية التي يعني كان السيد أوجلان دائما ينشدها، وهي أمة عابرة للحدود تقوم على أساس تشاركي بين كل المكونات، تراعي كل الخصوصيات وكل الثقافات والتنويعات الموجودة. فهو موقف كردي، تقارب كردي، هو قوة لسوريا ولمعظم المكونات السورية. فلذلك من المهم أن تفهم أيضا الحكومة الانتقالية في دمشق هذه الرسالة، وأن تجري بعض التغيير في سياساتها إزاء الكرد وبقية المكونات، لأن هناك أيضا تغييرات تجري في تركيا وتغييرات في العراق وقريبا ربما في إيران أيضا. وهذا هو المهم الذي يستطيع أن ينشل سوريا من المرحلة السابقة، وأن يعني نبدأ ببداية جديدة، مرحلة الإعمار وإعادة بناء ما تهدم في السنوات السابقة. نعم دكتور طارق. سيد لقمان، السؤال الأخير وجهه إليك، الوقت دهمنا. يعني انعقاد هذا الكونفرنس ووحدة صف الموقف الكردي، والكونفرنس سوف يتم عقده في 26 من شهر نيسان الجاري. ذكرت بعض النقاط وبعض ما تم الاتفاق عليها بين الأطراف الكردية أو القوى السياسية الكردية، والذي سوف يتم تصديقه في الكونفرنس. ما هو المطلوب اليوم من الأطراف الكردستانية، من الأطراف السورية، ومن حكومة دمشق لمساندة أو للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها سوريا ومن الوضع في روجافا؟ أولا أعتقد هو مطلوب من الأطراف الكردستانية دعم هذا الكونفرنس، والدعم أن لا ينتهي الدعم بمجرد انعقاد الكونفرنس، ولكن أن يكون هناك دعما بعد عقد الكونفرنس وتشكيل الوفد، وأيضا أن يعملوا أن تعمل دبلوماسيتهم أيضا مع الأطراف المعنية سواء في سوريا والدول المجاورة والدول الأوروبية وأمريكا، أيضا لشرح القضية الكردية في سوريا ولاستجلاب الموافقة والدعم الدولي أيضا لهذه القضية. هذا من جانب. الجانب الآخر من الجانب السوري أيضا يتطلب أو المكونات السورية يجب أن تكون مستعدة لقبول موقف كردي موحد ضمن سوريا والمطالب الكردية المشروعة، وأيضا السلطة دمشق يجب أن يكون لديها انفتاح على المكون الكردي في سوريا كمكون رئيسي مثل المكون العربي وباقي المكونات ضمن الجغرافيا السورية لأجل حل القضايا العالقة في سوريا. ونحن نعتقد أن من أكبر القضايا العالقة والتي تحتاج إلى حل وبشكل سريع وعادل هي حل القضية الكردية في سوريا. لذلك يجب أن تنتهز هذه الأطراف جميعها الحالة الكردية الموحدة، وأن تبني عليها لأجل بناء أولا موقف كردي موحد كردستاني بالنسبة للأطراف الكردية، وأيضا موقف سوري موحد بالنسبة للأطراف والمكونات داخل سوريا، لأن ما يطرحه الكرد في الجانب الوطني السوري لا يخص فقط الشعب الكردي، وإنما يخص جميع المكونات التي تعيش ضمن الجغرافيا السورية، بأن يكون لها حقوق متساوية في هذا الوطن. لذلك الأمر نعتقد بأن الأمر مهم جدا، وعلى
الجميع أن يتلقف هذه اللحظة لإنقاذ سوريا من المأزق التي أصبحت تعانيه منذ 14 عاما وأكثر. لذلك الحل هو بالنسبة لسوريا أن تكون المكونات تقبل بعضها البعض، سواء المكونات الدينية أو المكونات العرقية والإثنية. وسوريا ليست مطوبة باسم أحد من المكونات أو القوميات أو الشعوب. سوريا هي لجميع السوريين الذين يعيشون على أرضهم التاريخية ووضعوا ضمن هذه الجغرافيا السورية على مدى أكثر من 100 سنة، فعليهم أن يحلوا مشاكلهم بالحوار والنقاش والتفاوض، وأن يعلموا بأن هذا القرن هو القرن 21، والجميع يعلم ما هي حقوقه، ما هي واجباته، وكيف سوف تكون عملية العدالة التي يجب أن تطبق في سوريا، وكيف يجب أن تعطى أو تمنح الحقوق لجميع المكونات بالتساوي. نعم سيد لقمان أحمي، عضو اللجنة التحضيرية لكونفراس وحدة الصف والموقف الكردي، نشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى هذه المعلومات حول انعقاد هذا الكونفراس. شكرا لك. شكرا. الباحث في المركز الكردي للدراسات دكتور طارق حمو، نشكرك جزيل الشكر على انضمامك اليوم في هذه الحلقة للحديث عن الكونفراس الكردي الذي سوف يتم عقده في 26 من شهر نيسان الجاري. شكرا لك. شكرا لكم. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. على أمل اللقاء بكم في حلقات لاحقة. إلى اللقاء. بدأنا بثورتنا